والو عزيزي البرو. اه اه مش قادر. ايه الاخبار؟ اتمنى تكون بخير وفي احسن حال. لو انت ما تعرفنيش فانا عاصم درويش، وفيديو جديد من سلسله الفضفضه اللي ملهاش اسم اصلا. وبصراحه بقى النهارده عايز اتكلم في حاجه مهمه قوي، موضوع انا اتكلمت فيه 500 مره وهفضل اتكلم فيه ليوم القيامه. طيب الموضوع ده اتحرق كتير قوي وناس كتير اتكلمت فيه، وانت عارف ايه الصح وايه الغلط، ماشي؟ بس انا جاي افكرك بس بحاجه كده. احنا مش بنلغي المقارنه، يعني انا مش بلغي فكره المقارنه، بس المشكله ان احنا بنستعمل فكره المقارنه غلط. هي موجوده، ماشي، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في القران وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث فيما معناه لما واحنا عايشين في الدنيا فنبص للاعلى مننا في الدين مش في الدنيا، ماشي؟ فاذا احنا بنبص على اللي حوالين مننا عامه، بس هي الفكره مش في كده. الفكره كلها وما فيها استعملها صح مش غلط، استعمل المقارنه صح مش غلط. والمشكله بقى ان هو لما بيقارن نفسه بغيره بيقارن نفسه بغيره من زاويه محدوده قوي، وهي الزاويه اللي هو بيبص منها، الا وهي زاويه السوشيال ميديا. اللي هو بقى بيتفرج كده مثلا فيشوف ده واحد ما شاء الله عنده 18 سنه ومعاه مرسيدس، ولا قاعد في فيلا في المنطقه الفلانيه، ولا انت شايف الحته دي بس انت مش شايف ورا الكاميرا في ايه اصلا. ممكن يكون عنده كميه مشاكل انت ذات نفسك عمرك في حياتك ما هتقدر تعيش لحظه فيها، لحظه انت ما تعرفش اللي ورا الكواليس ايه. ممكن اصلا يكون الصوره اللي انت شايفها دي هي فيك مش اكتر، واحد هدف ان هو يلم ريتش. فبالتالي عشان ترتاح من الموضوع ده هو انك تغمض عينك عن كل اللي حوالين منك، يبقى عينك بس على نفسك. ان انا اقل شيء ان انا ابقى احسن من امبارح بس. ولما حتى اجي اقارن نفسي اقعد اسال نفسي سؤال، وعلى فكره كلنا كده. يعني انا مثلا بيجي عليا فتره كده انا عدى عليا سنه كامله دلوقتي انا عملت فيها ايه، في حين بقى ان في نفس الوقت ده بشوف ناس في سني ما شاء الله تبارك الله، يعني لا عملوا نجاحات كويسه جدا وعملوا علاقات كويسه جدا والى اخره. فساعتها ثقتي في نفسي بتبدا تهتز شويه، لكن ساعتها انا بلحق نفسي بقعد اقول واحده واحده بس كده عصر، واحده واحده. هو انت كنت فين ودلوقتي انت فين؟ فلما اقعد اقارن نفسي انا من سنه كنت في المكان الفلاني ودلوقتي بقيت في المكان الفلاني، انا مثلا كنت بعمل حاجه فلانيه فبقيت اعمل مثلا حاجه الفلانيه انا كان نفسي فيها مش عارف ايه بتاع، فلاقي نفسي ده انا عملت حاجه يا جدعان. بس هي الفكره في ايه؟ ان انت طول ما انت باصص على غيرك انت اوريدي اللمبه فصل، يعني اللمبه بتاعتك اللي انت بتشوف بيها نفسك فصلت، فانت مش شايف حاجه، انت مش شايف غير الولد اللي عنده 18 سنه اللي معاه المرسيدس بس. فبالنسبه لك هو ده النجاح، انا مش معايا المرسيدس يبقى اذا انا مش ناجح. لا ده كلام هطل بقى صراحه، ما بتتحسبش كده خالص. واحنا في اكتر زمن يا جدعان، اقسم بالله احنا في اكتر زمن محتاجين فيه ده بجد. محتاجين كل واحد يبص في طبقه، من الاخر بقى كل واحد يبص على نفسه، يركز على نفسه، ما تبصش حوالين منك الا لو انت عندك وعي ان انت لو هتبص على حوالين منك انا هقارن نفسي ساعتها مش بالنتيجه، انا هقارن نفسي بالاسباب اللي هو خدها. يعني مثلا في سي مثلا حد حقق نجاح وكسر الدنيا، ماشي، وانا لسه في اول طريق، فانا ممكن اقارن نفسي بيه مش بنجاحي ونجاحه، لا هو عمل ايه وانا بعمل ايه دلوقتي. هو كان بيتعب، كان عنده استمراريه، كان عنده صبر، كان بيعمل مجهود مضاعف فوق المجهود الطبيعي، كان ببص في الاسباب مش ببص في النتائج. فبالتالي بقى ارمي ده على نفسي. طب انا دلوقتي يعني هو كان بيجتهد وعنده صبر، انا لا عندي صبر وبقضي معظم وقتي في البلاي ستيشن ومش عندي اداره لوقتي ولا لحياتي، فطبيعي جدا العشوائيه تؤدي الى عشوائيه، مش هوصل اللي هو وصل. تمام؟ وحتى لو انا عملت اللي هو عمله انا مش هوصل لنفس دول، يعني مش هوصل لنفس النتيجه اللي هو وصل لها، بس انا ممكن اوصل لحاجه مشابهه ليه، لان الاختلاف ده سنه الحياه. كده كل واحد ليه تراك مختلف. ده لو الاثنين اخوات توأم ده ليه حياه مختلفه عن ده، في اختلاف، لازم يكون في اختلاف. في مثل يعني هو بسيط جدا بس معبر جدا. يعني انت لو بصيت على ايدك دي دلوقتي هتلاقي ان هم 5 صوابع مختلفين عن بعض، يعني مش شبه بعض. يعني ده ابسط حاجه، ده ابسط مثل من امثله الاختلاف. تمام؟ لان ولو خدت بالك هتلاقي ان كل صباع مش يعني، حتى كمان حاجه جميله جدا ودي لسه جايه دلوقتي، رغم ان ال5 صوابع مختلفين لكن ده ما اثرش على مهمه كل واحد فيهم. كل واحد فيهم مهم. تمام؟ يعني الصباع الطويل لا يقل اهميه عن الصباع القصير، والصباع التخين لا يقل اهميه عن الصباع الرفيع. كلهم ليهم، كل واحد ليه مهمته، فاختلافه مش معناه ان هو وظيفته مش مهمه، لا كل ده مهم. بس يا عزيزي البرو.